الأسرة في السودان زمان كانت ما زي الأسر الآن، كانت كبيرة وممتدة، يعني ما بتتكون بس من الأم والأب والأولاد، بل كانت بتشمل الأجداد والعمات والأعمام والخالات وكل الأولاد والأحفاد في بيت واحد أو بيكونوا قريبين شديد من بعض. الحياة بالطريقة دي كانت فيها دفء خاص، في سند حقيقي وكل زول عنده دور محدد بيكمل التاني. الأسرة الممتدة ما كانت بس شكل اجتماعي، كانت نظام متكامل للتربية والتعليم والمساعدة. أي طفل كان بيتربى في حضنها بتلقى عنده أكتر من أم وأكتر من أب وأكتر من زول بيخاف عليه وبيربيه. ومن ضمن الأعمدة الأساسية في منظومة الأسرة الممتدة السودانية هي الحبوبة أو الجدة. الوجود كان بيضفي على البيت روح وحنان خاص وبيخلي الترابط الأسري أقوى وأعمق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن أسامة حسن، ده برنامج النفاذ نافذة للتراث والثقافة والتاريخ السوداني. الحبوبة في السودان ما بس مرة كبيرة في العمر، هي روح البيت وحكاية الزمن الجميل، وهي الضلة الكامل بتاع تحته الكبير قبل الصغير. الحبوبة السودانية عندها مكانة ما ممكن توصفها بسهولة، لأنها بتملك قدرة فريدة على لما الناس حواليها تلقى أولادها وبناتها وأحفادها بيرجعوا لها في الأعياد والمناسبات. لكن الأهم من كده إنه الحبوبة كانت وما زالت معلمة حقيقية للتراث، اللي بتحكي الحكايات القديمة قبل النوم، الحكايات اللي فيها عبرة وفيها متعة، وهي اللي بتعرف الحاجة السودانية العجيبة اللي علمت أجيال كاملة كيف يتخيلوا. كانت الحبوبة تلم أطفال الأسرة كلهم بعد العشاء، تقعد تحكي لهم حكايات وقصص عن فاطمة السمحة وعن الغول وعن محمد الدلكري وعن نميري، ودائما بتبدأ حكاياتها بالجملة المشهورة أو العبارة المشهورة: حجيتكم ما بجيتكم، خيرا جانا وجاكم، أكل عشاكم وفات خلاكم. والحكاوي دي كانت بتربط بين التسلية وبين الحكمة والفائدة. والحكاوي دي كانت مدرسة حقت قيم بتخلي الطفل يتربى على الصبر وعلى الذكاء وعلى التفكير المنطقي، وفي نفس الوقت تحفظ له موروث أجداده القديم. وعشان الحكاوي دي ما تضيع، في كثير من الناس حاولوا يجمعوها من التراث الشفاهي ويكتبوها في كتب، على رأسهم الدكتور عبد الله الطيب في كتابه الأحاجي السودانية. وكمان من أجمل الحاجات عند الحبوبات هي اللولاي أو التاويدة بالعربية. واللولاي هي مرجحة الطفل مع أناشيد أو أغاني كانت الحبوبات بتغنيها للأطفال بصوت جميل وحنين عشان الأطفال ينوموا. النوم النوم يا نوم تعال سكت الجهال، النوم النوم بكريك بالدوم، دومتين حلوات بالبحر مرات، الفتة متوم حمدنا النوم عنا كلتوم، وغير كثير من الأهازيج من الأغاني كانت تستخدم الحبوبات لتنمين الأطفال الصغار. الحبوبة كمان عندها كان دور مهم في حفظ اللغة السودانية، اللي بتحافظ على العامية السودانية بكل تفاصيلها بالأمثال والكلمات والعبارات اللي بتنقل من جيل لجيل. عشان كده كلامها كان بيكون موسوعة صغيرة بتشرح تاريخ المجتمع السوداني بطريقة بسيطة وعفوية. ولما تكون قاعدة وسط الأحفاد بتلقى لسانها دائما مليان بأمثال شعبية وحكم شعبية. عشان كده كان الزول اللي بيكون ملم بالتراث والفلكلور وعارف أمثال كتير وحاجات قديمة بيقول لك ده مربى حبوبات. من الناحية الاجتماعية الحبوبة عندها مكانة خاصة داخل الأسرة، صوتها مسموع وراية محترم في القرارات الكبيرة. مرات بتلقى أولاد الكبار ذاتهم بيرجعوا لها عشان يشاوروها في أمور حياتهم، من الزواج لحد النزاعات الأسرية. وجودها كان بيخلق توازن ويخلي الأسرة تحس إنه في مرجعية ممكن ترجع عليها، لأنها هي عبارة عن زول قلبه أبيض ونيته صافية وما عنده مصلحة غير لما الشمل وغير حل المشاكل حقت الأولاد. الخلاصة إنه الحبوبة كانت وما زالت قلب التراث السوداني النابض، هي الحافظة للحكايات والأحاجي وأغاني اللولاي، والفي وجودها كان البيت عامر بالونسة والدفء. لكن مع تغير الزمن وتفتت الأسرة الممتدة، الخوف كبير إنه التراث يضيع من بين يدينا. عشان كده مهم شديد نلقى طرق جديدة نحافظ بها على الحاجات دي، وأفضل وسيلة هسه حاليا هي الإعلام. لو يتحولت الحكايات والأحاجي وأغاني اللولاي لبرامج أطفال ومسلسلات تلفزيونية لكن تقدم بالنكهة السودانية الأصيلة بروح الحبوبات، نكون قدرنا نزرع في قلوب الصغار نفس المتعة والحكمة الزرعت الحبوبة في الأجيال السابقة والأجيال الفاتت. دي مسؤولية كبيرة لكن ضرورية عشان التراث السوداني يظل حي وما يندثر. ودمتم في أمان الله.